ازاي خسيت 2 كيلو في اول 10 ايام من رمضان؟ كتير منكم هيقول 2 كيلو بس دي كمية قليلة قوي، بس هو ده النزول الصحي للجسم واللي بيختلف من جسم لجسم ومن وزن لوزن. بس الافضل ان انت لما هتعملي انقاص للوزن ان انت تنزلي على البطيء، مش تنزلي عدد كيلوات مرة واحدة سريع، فالجسم بيحصله زي شوك وبيرجع تاني مجرد ما بتوقفي الدايت او النظام اللي انت عاملاه بيرجع يزيد اضعاف. طيب هتبدأي بايه؟ هتبدأي ان انت هتمشي كل يوم قبل الفطار على الاقل نص ساعة. ابسط حاجه ان انت تعمليها المشي. طيب لو انت مشغوله في البيت وفي تجهيز الفطور ومش لاحقه، هتعملي تمارين في البيت على الاقل. تاني حاجه الميه اللي هتشربيها على الفطار، طبعا كلنا بنحب نشرب الميه الساقعه، بس يفضل ان انت لو عندك ميه دافيه اوكي تعصري عليها ليمون، لو مش هينفع اشربي الميه، بس قبل ما تشربي الميه اشربي الكولاجين. اختاري نوع كولاجين يكون فيه فيتامين سي وسيروم وهيلورونيك اسيد. الحاجات دي مش بس بتغذي البشره، لا دي كمان بتساعد ان احنا وزننا ينقص، لانها بتمدنا بالطاقه والنشاط وبتعمل اشباع للمعده، بتدي احساس بالشبع فمش بتاكلوا كتير. تالت حاجه هتبداوا بالسلطه في الاكل. السلطه بيبقى فيها كم مكونات كتيره جدا، ولما بتبداي بيها بتعملك احساس بالاشباع عميق، فمش بتاكلي كتير، فبالتالي حجم الوجبه نفسها بيكون قليل. طبعا اختاروا لو هتنزلوا تصلوا التراويح اختاري مسجد تروحيه مشي مش بالسياره، ده هيساعد برضو ان انت هتتحركي بعد الفطور. السحور يا ريت يكون خفيف جدا، الافضل ان انت تعملي زبادي واكلات خفيفه. طبعا في اكونتات كتيره جدا ممكن ابقى اعمل لها منشن عن التغذيه وناس متخصصين اكتر في التغذيه، بس دي النصايح اللي انا شخصيا مشيت عليها وقدرت انزل الحمد لله 2 كيلو في اول 10 ايام. جربوها ويا رب تكون مفيده عليكم.